عزيزي المشاهد، أهلا بك من تاني. الفيديو اللي فات غصنا مع بعض في عالم الأساطير المصرية القديمة، واكتشفنا حكايات سحر وغموض من قلب الحضارة عمرها 7000 سنة. والنهاردة هنكمل الرحلة، هنحكي عن أساطير جديدة كلها ليها تأثير كبير في حياة المصريين القدماء، وأسست لمعتقداتهم وطريقة تفكيرهم. استعد الآن لأن اللي جاي أغرب من الخيال. كتاب تحوت، كتاب السحر والحكمة عند المصريين القدماء. يقال إن إله تحوت نفسه هو اللي كتبه بخط إيده وقدمه للبشرية كهدية أو كاختبار. الكتاب مش مجرد مجموعة ورق، ده بيحتوي على تعاويذ وطقوس قادرة تمنح قوة هائلة لأي حد يقدر يمتلكه. والمثير إنهم بيقولوا إنه بيخفي أسرار الكون ومفتاح للتحكم في قوى الطبيعة نفسها، لكن مش أي حد يقدر يوصله. الكتاب محمي بسحر عظيم وما يقدرش يلاقيه أو يفتحه غير اللي يستحق، مش حسب أصله ولكن حسب قلبه وعقله. الأسطورة بتقول إنه موجود في معبد تحوت بمدينة هيرموبوليس، والمكان ده بيحرسه كهنة مدربين على أقدم فنون السحر والعرافة. كتاب تحوت رغم إنه مصدر للتنوير والمعرفة، إلا إنه إساءة استخدامه ممكن تحوله لأداة للدمار. وعشان كده على مر العصور كان دايما في ناس بيسعوا وراه، مش للحكمة ولكن للسلطة. عين حورس، أو زي ما كانت معروفة عند المصريين القدماء واجت، أو عين رع، رمز للحماية والشفاء والترميم. بحسب الأساطير دي كانت العين اليسرى لحورس، إله اللي دخل في معركة شرسة مع عمه الست الرمز الفوضى. في المعركة دي حورس فقد عينه، لكن الإله تحوت قدر يرجعها بطريقة سحرية، ومن هنا اكتسبت العين قوتها الأسطورية. عين حورس كانت بتترسم بشكل فني منمق، جواها علامات بتشبه الكسور، كل جزء له معنى سحري خاص بيه، وكانوا بيستخدموها في الطقوس والتعاويذ. العين دي كمان ارتبطت بالإله رع في سفره اليومي للعالم السفلي لحماية الكون من الظلام، وكانت أيضا مرتبطة بإله واجت حامية الملك. عين حورس كانت دايما العين الساهرة، عشان كده المصريين استخدموها كتميمة في القلائد والأساور، بيلبسوها لدرء الأرواح الشريرة وتحويل الطاقة السلبية إلى إيجابية. والعجيب إن الرمز ده فضل حي في ثقافتنا لحد دلوقتي، شفناه في الأفلام، الكتب، وألعاب الفيديو، ولسه بيحمل نفس الهالة الغامضة اللي بدأ بيها من آلاف السنين. في البانيثون المصري القديم كان فيه رمز مرعب للفوضى والدمار اسمه أبيب أو أبو فيس، كائن أسطوري في شكل ثعبان عملاق طوله يمتد أميال، زاحف في الظلام، هدفه الوحيد قلب النظام وإغراق العالم في الفوضى. في كل ليلة أبيب بيحاول قتل الإله رع رب الشمس والنور أثناء رحلته عبر العالم السفلي، لكن رع ما كانش لوحده. الآلهة المصرية اتحدت عشان تحمي الكون من خطر أبيب، وعلى رأسهم الإله ست، خصم الفوضى الأول، واللي اعتبروا المصريين القوة الوحيدة القادرة على مواجهة وحش زي ده كل يوم. مع الغروب تبدأ المعركة. ست بياخد موقعه في مقدمة قارب رع، ماسك رمحه في انتظار صعود أبيب من أعماق الظلام.
الصراع بينهم مش مجرد قصة. المصريين القدماء كانوا بيشوفوا إن الزلازل والعواصف وحتى كسوف هي صدى للمعركة دي، وعلشان كده كانوا بيؤدوا طقوس وتعاويذ معينة كل ليلة، مؤمنين إن مساعدتهم الروحية هي السبب الحقيقي في انتصار رع. ورغم إن قوة أبيب بتزيد كل ليلة، لكن بفضل الإيمان والنظام والطقوس كان رع بينتصر دايما وبتشرق بالشمس من جديد. الدرس اللي آمن به قدماء المصريين هو التحالف مع قوى النظام السبيل للنجاح والازدهار. أبو الهول أحد أشهر رموز مصر القديمة ورمز الغموض اللي حير المؤرخين وعلماء الآثار على مر العصور. وراء ابتسامته الهادئة يكمن لغز كبير تم نحته في عهد المملكة القديمة حوالي 2500 سنة قبل الميلاد، ويعتقد أن الملك خفرع هو اللي أمر بناؤه كنصب تذكاري لحماية مجمعه الهرمي. التمثال الضخم ده نحت من كتلة حجرية واحدة يجمع بين جسد الأسد ورأس الإنسان، رمز للقوة والحكمة في آن واحد. بعض النظريات بتقول إن أبو الهول بيمثل السلطة الملكية، ونظريات تانية شايفاه حارس للمقابر، حارس صامت لمدينة الموتى. في الأساطير المصرية ارتبط أبو الهول بالإله رع حامي أرواح الموتى، وده لأنه بيواجه شروق الشمس مباشرة كأنه بيراقب البعث كل صباح. ورغم كل التفسيرات دي، لسه الغرض الحقيقي من بنائه سر غامض محدش قدر يفكه، حتى الأساطير اليونانية ما خلتش من حضوره. بيقولوا إن أبو الهول كان بيلقي اللغز على كل من يحاول المرور، لو جاوب غلط مصيره الموت. ومن هنا ارتبط اسمه بالنبوءات واللعنات وسوء الحظ، لكن من يجرؤ على إزعاجه؟ دلوقتي ننتقل للغموض اللي بيحرسه أبو الهول من آلاف السنين. الهرم الأكبر، مقبرة الملك خوفو، وأحد أعظم إنجازات الحضارة المصرية القديمة. رغم إن شكله الخارجي المبهر، إلا إن اللي جواه أكتر إثارة. الهرم بيضم 3 غرف رئيسية: غرفة الملك، غرفة الملكة، والغرفة الجوفية. كل واحد من الغرف دي اتبنت لهدف معين، لكن أهمهم بدون شك هي غرفة الملك اللي بتقع في قلب الهرم. الغرفة دي أوسعهم وأعلاهم، جدرانها من الحجر الجيري المصقول، وسقفها معمول بعوارض ضخمة من الجرانيت كأنها بتحمي سر عظيم. وفي منتصف الغرفة بيتربع تابوت ضخم من الجرانيت، لكن المفاجأة لما الغرفة اتفتحت لأول مرة التابوت كان فاضي. ومن هنا بدأت النظريات والأسئلة: هل تم نقل جثمان الملك ولا عمره ما اتدفن هنا من الأصل؟ مش بس غرفة الملك هي اللي أثارت الجدل، غرفة الملكة اللي بتقع فوقها مباشرة أصغر حجما وأقل زخرفة، وده خلى البعض الباحثين يشكوا إنها ما كانتش للدفن الفعلي بل لغرض رمزي. نظريات كتير بتقول إنها كانت بتستخدم في طقوس معينة، أو كمكان لاستقبال روح الفرعون المعروفة في العقيدة المصرية باسم الكا. لكن الغموض الحقيقي بيبدأ تحت الأرض. الغرفة الجوفية أعمق جزء في الهرم وأكثرهم غموضا. غرفة بسيطة جدرانها غير مكتملة وسقفها منخفض وكأنها حفرت على عجل. لكن ليه؟ بعض الآراء بتقول إنها كانت المقبرة الأصلية للفرعون،
وآراء تانية شايفة إنها ترمز للعالم السفلي، العالم اللي بتبدأ منه رحلة الروح. في سنة 2017 اكتشف فريق بحث باستخدام تقنيات المسح المتقدمة فراغ ضخم مخفي فوق المعرض الكبير، فراغ أشبه بممر طويل يؤدي إلى غرفة الملك، لكن لحد النهاردة محدش يعرف إيه اللي جواه ولا إيه اللي اتبنى، وده بيزود الشكوك حوالين بناء الهرم نفسه. إزاي قدر المصري القديم يبني بدقة فلكية وهندسية مذهلة من غير أي تكنولوجيا حديثة؟ السؤال ده فتح باب لنظريات أغرب بتقول إن ممكن يكون في تأثيرات غير أرضية فضائية ساعدت في بناء أعظم عجائب العالم القديم. من وسط الرمال وتحت أنقاض التاريخ ظهر مفتاح حل أعقد لغز لغوي في العالم القديم، حجر رشيد. تم اكتشافه في سنة 1799 خلال الحملة الفرنسية بقيادة نابليون، وكان نقطة تحول في فهمنا للحضارة المصرية القديمة. الحجر ده مصنوع من البازلت الأسود، طوله حوالي 3 أقدام و9 بوصات، وعرضه 2 قدم و4.5 بوصة، وبيحمل مرسوم ساطر عن الملك بطليموس الخامس سنة 196 قبل الميلاد. المدهش إن المرسوم مكتوب ب3 لغات، هي اللوغريفية وديموطيقية ويونانية، وده اللي سمح للباحث الفرنسي جان فرانسواز شابليون إنه يستخدم النص اليوناني لتحديد أسماء الأعلام وبيقارنها بالنصوص الأخرى، ويفك القيم الصوتية للعلامات الهيروغليفية. اللحظة دي كانت البداية الحقيقية لفهم اللغة المصرية القديمة بعدما فضلت لغز كبير من 1000 سنة. لكن رغم عظمة الاكتشاف لسه في ألغاز ما اتحلتش. الجزء العلوي من الحجر مفقود، وده بيخلينا نعتقد ان الحجر كان في الأصل جزء من لوح أكبر، واللي ضاع منه قد يحتوي على معلومات لا تقدر بثمن. وكمان لحد النهاردة مش معروف مين كتب النص. بعض العلماء بيرجحوا ان كاتب النص كان كاهن من طبقة الكهنوت، ولكن مفيش دليل قاطع. ده غير ان في تفسيرات اعمق في النصوص الهيروغليفية لسه مش مفهومة بالكامل، كأن حجر رشيد رغم انه مفتاح الا انه لسه سايب ابواب كتير مقفولة. والاهم، حجر رشيد دلوقتي موجود في المتحف البريطاني في لندن، لكن كل مصري بيحلم انه يرجع تاني لأرضه، للحضن اللي خرج منه جنب الأهرامات وأبو الهول اللي كان بيحرسهم من آلاف السنين. وهنا بننتهي رحلتنا وسط أسرار وأساطير واحدة من أعظم حضارات التاريخ، من أبو الهول اللي بيحرس بصمت لغرف الملك اللي بتهمس بألغاز مدفونة، لحجر رشيد اللي فتح أبواب الفهم ولسه سايب وراه أسئلة ملهاش إجابة. يمكن نكون قربنا خطوة لفهم الماضي، لكن الغموض لسه أقوى من اليقين. تابعنا علشان نكمل سوا اكتشاف الكنوز المخبأة في قلب التاريخ، ونغوص أعمق في أساطير لسه بتتنفس وسط الرمال، لأن كل حجر في مصر وراه قصة ولسه ما اتحكتش. بس أهم حاجة عزيزي المشاهد، عرفت